هنعمل مع بعض بقى أكلة بتفكرنا بالزمن الجميل، بتفكرنا بناس طيبة وجميلة. أول حاجة معايا نص كوباية من الرز المصري مغسول ومتصفي، كوبايتين من الشوربة ورفعتهم على النار. لو الشوربة بتاعتك مش متملحة تقدري تزودي لها ملح بقى وتحطي شوية بهارات كده حلوين يطعموا الشوربة، وممكن تضيفي مكعب من المرقة كمان. الرز استوى في قلب الشوربة، نزلت عليه بكوباية ونص من الحليب، ومعايا نص كوباية من الحليب حطيت فيها معلقة من النشا، دوبتهم مع بعض كويس جدا. هنزل بيهم على الرز وعليه اللبن، ومستمرية بقى في التقليب. طبعا ما تنسيش تملحي الاكل بتاعك عشان يطلع كمان. والشوربة بقى طبعا اهم حاجة تكون شوربة دسمة شوية. معايا بقى هنا معلقة من السمنة البلدي، بصلاية متقطعة تقطيع صغير زي ما انت شايفة كده. هحمرها واخد نصها كده اصفيها من السمنة بتاعتها كويس جدا وهركنها على جنب. اما بقى البصلايه اللي في قلب السمنه دي فانا هنزل بيها على الكشك واديله غلوه كده كله مع بعضه، وكده بقى معايا احلى واطعم كشك طعمه خطير. قوليلي اكلتيه قبل كده ولا اول مره تشوفيه؟ هستناكي الكومنت بتاعك ان شاء الله. قلبت كله مع بعضه، هغرفه في الاطباق، وكمان هحط على وشه بقى شويه البصله اللي احنا شلناها في الاول. وكده بقى معايا كشك طعمه خطير. يلا بسرعه جربيه لو انت ما جربتوش قبل كده، ولو جربتيه بفكرك بيه.